السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأحباب الكرام. قصة أخرى إن شاء الله تعالى مع مجموعة ديال العبر. ربما في اللي سبقوا تكلمنا بزاف على الأمور القلبية والروحانية والدعوة. دابا ننزلوا للواقع ديالنا ونشوفوا هذا ما يسمى التنمية الذاتية، كيفاش أننا نخرجوا أنفسنا من القوقعة، نخرجوا أمتنا من القوقعة. القصة اليوم أطورها كدوز في جامعة كاليفورنيا. هنا كاين واحد السيد سميتو جورج دينزل. جورج دينزل هذا طالب كيقرا في هذه الجامعه. واحد النهار في وسط الحصه خداه نعاس مع راسو. فاش حل عينيه لقى الطلبه كيجمعوا الكتب ديالهم وخارجين من الحصه، لكن في السبوره كاين واحد جوج د المعادلات سجلهم باش يمشي يحلهم في الدار. وصل للدار بقى كيتقاتل يلاه وحده اللي خرجت. لا غد ليه شاف الاستاذ ما تكلمش عليهم. قالوا الاستاذ داكشي اللي طلبتي لنا البارح واش الحل ديالو ما غاديش نعطيوه دابا. قالوا شنو طلبت لكم؟ قالوا دوك المعادلات اللي سجلتي في اخر الحصه. قالوا لا دوك راه ماشي معادلات، هذوك شي امور عجزوا العلماء على انهم يلقاو لهم الحل. قال له ولكن انا راه لقيت الحل وحده، ولكن راه في 4 ديال الصفحات. هذيك المعادله تكتشف بها النصيحه مسجله الان في جامعه كاليفورنيا بسميتو، وصبح عالم العلماء كبار. شكون اللي خلى هذا السيد هذا انه يدير هذا الحل للمعادله اللي يعجزوا عليها العقول؟ هو انه اول حاجه ما عرفش بان يعجزوا عليها العقول، وبدا من الصفر، بدا من البدايه. ما بداش متعثر، ما بداش بواحد العقليات موروثه، ما بداش بواحد الهمم طايحه، ما بداش بواحد الارادات ضايعه وتايهه. بدا من الاول بواحد العزيمه وواحد الاصرار على انه خصو يلقى الحل وما عندوش مثبطات. هذا هو اللي خصنا نخرجوا به من هذه القصه هذه اليوم باذن الله تعالى. علاش رويت هذه القصه هذه؟ مع ان كان عندي واحد الترتيب ديال هذه القصص. وصلني واحد الفيديو من عند واحد الصديق كيتكلم فيه على هاد الناس اللي مسيرين العالم. يعني هاد الناس دابا الماسونيه الصهيونيه، هاد السميات كاع الواعرين دابا اللي تيحاولوا اننا يخلعونا بهم. وانا نتفكر واحد الكلام قالوا لنا واحد السيد سميتو سيدي منير الركراكي الله يحفظه. هاد السيد هذا شي واحد بقى تيحكي له راه تيوجدوا راه تيديروا راه كيدبروا. قال له الشريف راك تقول لي غير النص ديال الايه. قال له كيفاش النص ديال الايه؟ قال له دابا انت تتقول لي ويمكرون، مازال ما قلتيليش ويمكر الله والله خير الماكرين. حنا كنمشيو في الطريق د الله سبحانه وتعالى، فعلاش نخافوا من شي حويجات اللي هي في التدبير د الله سبحانه وتعالى؟ علاش كنبداو بالمثبطات اللي كلها بيد الله عز وجل؟ كون كان هكا كون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كاع ما يدخل لغزوه بدر. كون كان هكا كون محمد الفاتح كاع ما يفتح القسطنطينيه. كون كان هكا كون الامام البخاري رضي الله عنه وارضاه عمره ما يجمع الصحيح الجامع. احباب الكرام، هاد المثبطات اللي كتخلي العبد او الانسان انه يوقف في الاول ديال الطريق ديالو هي اكبر حاجز لينا في الحياه ديالنا. خصنا نتخطاوه. من احسن المسلسلات اللي شفت في حياتي المسلسل ديال ارطغرل. هو حبكه دراميه، هو مسلسل كتخدم به تركيا مشروعها، ولكن الامه الاسلاميه واش ما يصلحش منه؟ كنا كنشوفوا بان اي مؤامره تحاك ضد ذاك الرجل الا ويحبطه الله عز وجل بتوكله عليه، انه كيتوكل على ربي سبحانه وتعالى كيحبط له ربي كاع المؤامرات ديال الناس الاخرين، ومع انهم اقوياء وملوك ودوال. حتى المغول اللي خلقوا العالم الله سبحانه وتعالى نصروا عليهم. قلنا مازال غير فينا من هذاك، ولكن احنا علاش ما ناخذش هادشي بان ربي سبحانه وتعالى القوه ديالو لا تضاهيها قوه، وان هذوك الملائكه اللي كانوا في غزوه بدر مازال كاينين، ولكن ينتظرون قلوبا كقلوب اهل بدر. فنصلح قلوبنا ونتسنى نصر الله سبحانه وتعالى ينزل بنا. القصه اليوميه هذه صلى الله عز وجل يكون فيها عبار وصلت للقلوب، حياه الامه وحياه الهمه. لا نحكي قصصنا لينام الاطفال ولكن ليستيقظ الرجال. السلام عليكم ورحمه الله.